Herzlich willkommen bei Herzlich Deutsch. ان شاء الله باذن الله معايا هتحبي الالماني. ايه رايك في الكلمه دي يا حاج محمود؟ لو قلنا اللي بيدخل الالماني معايا بيحبه، انت كلمة موافق في على هذا؟ محلها. م? يعني كلمة في محلها. لو أنا مثلا قريت أو سمعت درس معين وسمعته من حضرتك، مش بس بفهمه، أنا بلاقي حضرتك بتدينا معلومة جديدة. وهي دي يعني أهم حاجة، إن الإنسان كل يوم يبقى أحسن من امبارح ويعرف حاجة ما كانش يعرفها امبارح. فدي بلاقيها مع حضرتك. ربي يخليك ليا. طيب احنا باذن الله هنبتدي في خلال دقيقه واحده. احنا النهارده هناخد ايه؟ هناخد فيربن ميت بريبوزيسيون، لكن الفكره بتاعت فيربن ميت بريبوزيسيون، طبعا اللينك ده لو خلص معانا هندخل على نفس اللينك تاني. احنا عاملين اللينك ده سكيدول. الفكره بتاعت فيربن ميت بريبوزيسيون بتاعت ايش جه ان ذا كينو وايش بين اوف دي اشتخاصه والكلام ده انا ما بحبوش، لانه احنا مش بنستخدمه في كلامنا العادي كتير. ولو استخدمنا في كلامنا العادي ادينا بنستخدمه في كلامنا العادي. الفكره ان احنا مش بنستخدمه قوي في الامتحان الا في وصف الصوره في رايي. يعني لما بوصف صوره بقول انه الصوره دي فيها فازه محطوطه فوق الترابيزه مثلا، او مثلا هم واقفين في المطبخ وعلى البوتاجاز في حله. هو دي بس الحاجه الوحيده اللي انا بستخدم فيها فيربال ميت بريبوزيسيون بمعناها، اللي هو امتى بستخدم اكوزاتيف وامتى بستخدم داتيف بتاعت حركه وسكون. ده درس يعني ايه من الدروس اللي شايف انها ملهاش قيمه قوي في الالماني. وشايف ان فيربال ميت بريبوزيسيون بتتجلى قيمتها في الافعال التانيه، مش الافعال بتاعه الفازه فوق الترابيزه والحله تحت الكرسي والورده جنب الكنبه. الدرس ده ملوش قيمه قوي الا لما يبقى امتى بستخدم فاتن او بياخد ايه ودينكن ان بياخد ايه وكده. هو ده اهميه فيرب ميت بريبوزيسيون. انا عندي شير سكرين. درسنا النهارده هو الحروف مع الافعال، او على الاصح الافعال اللي معاها حروف. وده اول درس في السلسله دي، ودي سلسله مهمه جدا. الحروف اللي احنا بنتكلم عنها النهارده طبعا هي غير حروف بناء الكلمه. لما يقول لي ا ب سي دي، لا 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 لا، احنا عندنا مثلا حرف اوف. ايش فات اوف ديش، انا انتظرك. هنا انا بستخدم الحرف اوف، مش بنستخدم الحروف اللي هي ا ب سي. الحروف بتاعت النهارده هي حروف كل حرف منها بنعتبره كلمه منفصله، هي بتدينا علاقات بين مكونات الجمله. سموها حروف الجر، وانا معترض على التسميه دي علشان في حاله بيسموها داتيف في الالماني، بيسموها في العربي حالة جر. بعض الناس بيسموها في العربي حالة جر، تمام. ومش كل الناس، مش كل الحروف بتعمل حالة جر. مش كل الحروف بتعمل حالة جر، فما ينفعش انك انت تسميها لي حروف جر في حين ان هي في حين ان هي مش كلها بتعمل حالة الجر اللي هي الداتيف. فعشان كده انا بحب اسميها الحروف وبس. الحروف عامة بتعمل حالات الاعراب كلها، واهمهم الحروف اللي بتعمل داتيف او اكوزاتيف، زي المثال اللي فات اشفاته او ديش، يعني انا انتظرك. هنا حرف اوف عمل لي حاله الاكوزاتيف. لازم تبقى عارف ان الحرف ممكن جدا يفقد معناه مع الفعل. عندك مثلا المثال اللي فات، المفروض انه اوف بمعنى على، وما جاش بالمعنى ده. المفروض انه اوف معناه المكاني، ان الفازه محطوطه فوق الترابيزه ولازقه فيها. وهنا هو ما اخدش المعنى ده. هو هنا بقى انتظرك، ومش انا انتظر عليك مثلا. لازم تعرف كمان ان الحروف في استخداماتها حاجه، وفي استخداماتها كمبادئ قابله للانفصال حاجه تانية. يعني عندنا اوفشتين، اوف اهي معناه يستيقظ. هنا اوف بقت بادئه قابله للانفصال، مش حرف بيسبب حاله اعرابيه. لازم تفرق ما بين اوف ديت واوف ديت. في فرق كبير جدا جدا ما بين اوف دي واوف دي.
أو دي بادئة قابلة للانفصال، جزء لا يتجزأ من الفعل وإن انطرد في الآخر الجملة في الأزمنة البسيطة. لكن أوف ديت حرف بيدخل على الضمير دو يخليه دش. لازم كمان تعرف ان الفعل في الالماني ممكن ياخد في ترجمته للعربي حرف وممكن لا، زي المثال اللي فات بالظبط. ich warte auf dich، ما بقولش انا انتظر عليك. ومش شرط كمان فعل في ترجمته في العربي ياخد في الالماني حرف معاه. وهنا بنتعلم ان كل لغه لها ظروفها الخاصه، وناخد بالنا ان الدروس بتاعت السلسله دي مهمه جدا جدا جدا، لانه بيعتمد عليها دروس كتير جدا فيما بعد. بيعتمد عليها دروس جدا كتير جدا فيما بعد. اهمهم على الاطلاق درس اهمهم على الاطلاق درس ده فوتا. درس ده فوتا درس لا يتجزأ، ومعتمد اعتمادا كليا على درس الافعال اللي معاها حروف. فايتا. هنراجع بسرعه يا شباب. اهلا وسهلا بمريم. هنراجع بسرعه. الكلمه في الالماني الكلمه في الالماني اتولدت. الكلمه في الالماني اتولدت نوميناتيف. الكلام ده مهم جدا. اللاعب الاساسي في تغيير الحاله الاعرابيه في الالماني من النوميناتيف الى حاله تانيه هو الفعل. وممكن يبقى الفعل ملهوش مفاعيل، لا اكوزاتيف ولا داتيف، فعل لازم. مين يديني مثال لفعل لازم؟ مين يديني مثال لفعل لازم؟ ممكن تاني معلش يا هير، مثال على ايه؟ لفعل لازم انترانسنتيف، مش فعل فاهم ما بياخدش معلش. مفاعيل. مش فاهم السؤال. فعل لازم ملوش مفاعيل، زي زين، فعل ملوش زين. مفاعيل. مم. زي جين، فعل ملوش مفاعيل. ممكن بقى يبقى اللاعب الاساسي اللي بيغير الحاله الاعرابيه هو الحرف نفسه. هو الحرف نفسه فعل معاه حرف، والحرف ده هو اللي سبب الحاله الاعرابيه. وممكن جدا كل واحد منهم الفعل والحرف يسبب حاله اعرابيه في الجمله. عندنا مثلا اشفات اوف ديش، فاتن في حد ذاته ما سببش حاله اعرابيه. اوف هو اللي سبب الحاله الاعرابيه. اللاعب الاساسي كان الحرف. ممكن فاتن هو اللي اداني اشاره، قال له يا اوف يا اللي هتسبب الحاله الاعرابيه خلي حالتك الاعرابيه المره دي اكوزاتيف. لو كان فعل تاني غير فاتن كان ممكن اوف ياخد داتيف. فاتن هنا ما كانش دوره انه بيكون الحاله الاعرابيه، فاتن هنا كان دوره انه بيوجه الحاله الاعرابيه لا اكثر. اللاعب الاساسي في تكوين الجمله هنا كان اوف. فارتن نفسه ما كانش له دور في تكوين الحاله الاعرابيه غير مجرد توجيه اوف ان هو يخليه يبقى اكوزاتيف او داتيف. لكن في المثال اللي جاي اشتله دين كمبيوتر او في دينتش، هنا حاله ايه بعد الحرف؟ هنا بعد الحرف اتكونت لي حاله اكوزاتيف بسبب انه اوف هنا كان في حركه. انا كان الكمبيوتر مش على الطاوله، مش على الترابيزه، وانا رحت اخده ووصفت فعل ان انا بحطه واقفا في الوضع واقفا. الكمبيوتر مفعول اكوزاتيف بحطه على الطاوله، والطاوله هي كمان بقت مفعول اكوزاتيف هي كمان. بقى عندنا اتنين مفاعيل اكوزاتيف في الجمله. اشتري دين كمبيوتر او دينتش، هنا في حركه، وعلشان كده الحالتين بقوا اكوزاتيف، وعشان كده اوف اخذ اكوزاتيف. هنا الفعل اشتري في حد ذاته هو كمان سبب حاله اعرابيه. هنا باطن ما سببش حاله اعرابيه، واوف بس هي اللي سببت الحاله الاعرابيه بس لوحدها. هنا اشتلن في حد ذاته سبب حاله اعرابيه. اشتلن في حد ذاته سبب حاله اعرابيه، واوف هي كمان سببت حاله اعرابيه. الاثنين مع بعض سببوا حاله.
افتكر كمان انه الحروف منها اللي بتعمل حاله اكوزاتيف دايما. تعالوا نكتبهم. مين يقول لي الحروف اللي بتعمل حاله اكوزاتيف هي ايه؟ تعالوا نفتكروا مع بعض. بس بس. وداش. وده مش هيدي حاله اعرابيه دايما، يعني مش هيظهر بعده حاله اعرابيه كتير. ايه كمان؟ أم. دورش وايه؟ für. ممتاز. ايه كمان؟ gegen. جيجن يعني ضد. ممتاز. ايه كمان؟ um. مم. um. يعني ايه لما بتستخدم كحرف بيسبب حاله اعرابيه، يعني ايه في معناها المكاني. في معناها حالة. المكاني يعني حول في معناها المكاني. حالة احنا أوي. قلنا احنا قلنا ان الحرف ممكن يفقد معناه في الفيرب ميت بروزوسيون. صح ولا مش صح؟ قلنا ان الحرف ممكن جدا يفقد معناه يا مس ايناس. في الفيرب ميت بروزوسيون ممكن الحرف يفقد معناه. لكن آه آه في معناها المكاني يعني حول، بتحمل معنى الإحاطة. حتى كمان لما بتيجي كبادئة قبل الأفعال في أحيان كتير بتديني معنى الإحاطة. إيه كمان بتديني حروف ثابتة الحالة بتديني أكوزاتيف. ohne. أون يعني إيه أون؟ بدون. بدون. يعني بدون. بدون. جميل. وإيه كمان؟ für. ما إحنا قلناها فيه. وإيه كمان؟ ne ما كسبتهاش والله. انتانجن. إنتلان. مم. إنتلان يعني مم. بمحاذاة. إنتلان يعني بمحاذاة، ودي بتيجي ورا الكلمة اللي أنا ماشي بمحاذاتها، وبتديني حالة أكوزاتيف بأثر رجعي. جميل. وإيه كمان؟ ممكن أوف. أو ما فيش تاني. مش. ما هو أو ديت متغيرة الحالة. في بعض الأحيان ممكن تديني أكوزاتيف، في بعض الأحيان ممكن تديني داتيف. تمام. تمام يعني. تمام يا دكتور. تعال نغنيها الأغنية اللي أنا مخترعها. يلا نغني سوا. ماشي. أكو انتلانجا فور، اللي هي فيور يعني، بس أنا أقصد بيها إيه؟ تمام. أونا بيساوي دورك يوم جينا. فهمتوها؟ أكو اللي هو أكوزاتيف. انتلانج فيور أونا بس دورش جيجن. تمام. ومنها حروف تمام. بتعمل حالة داتيف. مين يقولهم لي؟ تاني نرجع تاني يا جماعة. ايه الحروف اللي بتعمل ايه الحروف اللي بتعمل آه اكوزاتيف؟ كانت ديت زي ما اتكلمنا. وهننزل تاني للصفحة اللي بعدها. من الحروف بتعمل داتيف زي مت. مت، ناس. قلنا الحرف ده اسمه ايه في الألماني؟ الحرف اللي عامل زي السبعة. فاو. فو. يبقى بيتنطق ايه؟ ف ف فن. ف ف ما يفرقش نهائيا في نطقه عن الحرف ده. هو بيتنطق في اه. بعض الأحيان في كلمات جايه من كلمات مش الماني على الاغلب. تمام. زي فيروس. لكن هو بيتنطق عشان كده سموه فاو. عشان كده بنسموه فاطا ولا بنقولها فاطا. يبقى الكلمه دي اسمها ايه؟ فن. ما اسمهاش ما اسمهاش فن. يبقى مت ونخ فن. وفن. وايه كمان؟ هم. باي. باي. ناسينهم.
ناسينهم؟ باي. باي ناسينهم. تعال نغني، تيجي نغني، موافقين؟ تمام يا دكتور. باي زو عصمت جوبر فن نخ وآسف لللفظ سطب كوثر. باي تسو. طبعا تسو ديت ممكن لها استخدامات، ما تبقاش حرف بيعمل حالة إعرابية، له استخدامات كتير. تسو دي حدوتة كبيرة قوي، تسو دي في الألماني. عصمت، مين يقول لي عصمت تبقى مين؟ هم؟ أوس. أو سمات، مين يقول لي جاوبة؟ لا. جيبن. جيجن. جيجن إيبا، جيجن وجيجن إيبا ايفا. دي لها قصة، لها قصة. يعني مقابل حاجة مقابل حاجة، ودي بتيجي ورا الكلمة في بعض الأحيان، وورا الضمير في بعض الأحيان، ومش مهمة قوي يعني، مش هتلاقوها كتير، بس هي من الحاجات اللي بتعمل تغيير. فن فنخ. ونخ. فنخ فن وآسف لللفظة فن فن وناخ نخ. ناخ ناخ وسطب يبقوا زيت. واوسع. وزيك أب وكوثر اللي هي اوسع. اوسع. أوسع. حلوة، حلوة الأغنية. بايظ وعصمت جاوبة فنخ سطب كوثر. تمام. افتكر ان الحروف منها حروف ممكن تعمل احدى الحالتين حسب المعجم، زي فو، زي ابي، زي سفيشن، زي اوبا، زي اونتا، زي هنتا. تمام. زي اوف. تمام. الحروف اللي بتديني معنى المكان بقى قوي، اللي هي ملهاش معنى غير المكان: امام، خلف، بين، قبل. تمام. عند، فوق، تحت. الحروف دي بتديني في استخداماتها المكانيه مع الافعال، بتديني اكوزاتيف لو في حركه، وبتديني داتيف لو في سكون. وممكن اغلبها يبقى فيها وطبعا من ضمنهم آه، في حروف تانية. اقصد ان هي بتستخدم بعضها مع افعال، زي مثلا فو وكده وان. ممكن تديني برضو الحالتين، اكوزاتيف وداتيف. عندي اوف برضو بتديني اكوزاتيف وداتيف في الافعال اللي هي مش مجرد انه الفازه فوق الترابيزه والفازه تحت الترابيزه. الحروف بتعمل حاله داتيف في حاله سكون، وبتعمل حاله اكوزاتيف في حاله الحركه. هل دي معلومه صح؟ خد بالكم احنا هنخلص الجزء ده وهندخل على الجد بقى، بس دي مراجعه كده بنفرفش كده فيها، بنفتكر شويه حاجات. هل معلومه ان الحروف بتعمل حاله داتيف في حاله سكون وبتعمل حاله اكوزاتيف في حاله الحركه، هل دي معلومه صح ولا معلومه ناقصه؟ المعلومه دي معلومه ناقصه، لانه علشان خاطر الكلام ده يحصل لازم يكون مع فعل فيه وصف الشيء، زي برواز الصوره موجود فعليا في زمن ما في مكان ما، وهنا الحاله هتبقى داتيف بعد الحرف. او مع فعل فيه شيء زي برواز الصوره فيه فاعل بيحركه في زمن ما من مكان ما الى مكان اخر، وهنا الحاله هتبقى اكوزاتيف بعد الفعل واكوزاتيف بعد الحرف. لازم يكون الحرف ده متغير الحاله، لازم يكون فعلا الحرف ده ايه، متغير الحاله. مش كل الحروف بتديني اكوزاتيف مع الثبات، بتديني داتيف مع الثبات وبتديني اكوزاتيف مع الحركه. لازم يكون ده الفعل ده متغير الحاله. حلو الكلام. مين يكمل لي الجدول ده؟ الجدول ده جدول مهم جدا ولازم كلنا نبقى حافظينه. ولما نحفظ الجدول ده يا شباب رجاء نحفظه بالترتيب ده، يعني نخلي البي على اقصى اليسار، ونخلي الام ما بين الام والاف. ها، مين يكمل لي الجدول ده على اعتبار ان ده جدول البشتمت؟ يلا مين يقوله على السريع كده؟
der, برافو. das, das. die, دي. die. دي. ها. في الاكوزاتيف حاجه هتتغير، في حاجه من دول هتتغير. الأكوزاتيف الميل اللي هو الرجل يعني. المذكر ماسكولين. بس هيتغير، هياخد النهايه ان، صح؟ then هياخد النهايه ان والباقي كله هينزل زي ما هو، صح؟ بعد كده كله هيتغير في الجدول اللي تحت بقى. يعني احنا هنحفظ الجدول كده: ناد جي لو في هنا الجينيتيف، او نحفظه ناجد لو في جينيتيف نحفظه قبل الداتيف. المهم انه في الجدول اللي تحتاني في الاثنين، في الدي والجي، في الداتيف والجينيتيف، كله هيتغير، صح؟ لازم عارفين المعلومه دي، المعلومه مهمه جدا وتعليمها مهمه جدا في تصريف الصفات لما نيجي ندرس تصريف الصفات بعدين. يلا، مين يقول لي هنا التغيير هيبقى ازاي؟ دم. المذكر والمحايد الاثنين هتظهر فيهم النهايه them ديم هتظهر them فيهم النهايه ام. وهنا هيبقى في دين ولازم احط حاجه معاها. احط ايه؟ اقول إن. ايه؟ إن. ان بلس ان. plus N أو N. بلس ان او اي ان. بلس ان او اي ان. بعض النهايات الكلمات بتاخد ان، وبعض نهايات الكلمات بتاخد اي ان. يبقى البلغال بتاخد ان او اي ان مع الكلمه. عشان كده بقول دين نهبان، تمام، وبقول دين كيندان. يعني لو قلنا مثلا انا بساعد الاطفال، اقولها ازاي؟ Ich helfe ايوه. die Kinder. لا. Den mid الشلفه دين كن دان. لا. وما انطقش الار قوي، ما بقاش عندي ضمير وانا بنطقها. هتنطق كندان. كندان، وكأن الار مش منطوقه. شلفه دين كندان. هي كانت لغايه هنا مذكر، لغايه هنا قصدي مفرد محايد، وبعد كده اخذت الاي ار للجمع عشان تتجمع، زي كلمات كتير جدا محايده بتتجمع بالاي ار. بعد كده اخذت الان للداتيف. مين يكمل لي الجدول ده بسرعه سريع؟ الجدول ده مهم جدا برضو في للدرس اصلا، يعني مش بندرسه كده خلاص. أين. ein اين هتبقى اين، وهنا بنعرف انه الاين هتبقى اين برضو للمذكر، eine والكاين هنا هتبقى ايه Kein. للمحايد؟ المحايد هتبقى ايه؟ Kein برضه. كاين برضو. طب وضمير الملكيه؟ آه، ماين. eine زود mein ماين. وضمير الملكيه ماين برضو. ده كلام مهم، ده كلام مهم، كلهم نفس التصريف. طب هنا بقى eine. أو eine. اين. وهنا Kein. بالنسبه eine لاداه النكره، اداه النكره البلغال للجمع هي والأين. ايه؟ اداه النكره للجمع. Ein هم؟ برضه. اداه النكره للجمع هي Kein. اداه النكره للجمع هي. eine Eine. الجمع ملوش اداه نكره. einen الجمع ملوش اداه نكره. مالوش أداة نكرة. مش أداة مم. نكرة. الجمع ملوش اداه نكره، تمام ولا ايه؟ طيب، تمام. لكن هو له اداه نفي عادي. مم. هتبقى اداه النفي للمفرده في حاله النوميناتيف قاينه، واداه النفي للجمع هتبقى كاينة. قاينه. Kein. طيب هنا في حاجه هتتغير. الأكوزاتيف زي ما هو. الماسكولين. المذكر بس هيتغير وهياخد النهايه، أينن. هياخد النهايه ان زياده. يبقى اخد هنا المذكر ان، وهنا برضو اخدها ان. ناخد بالنا، ده ثابت معانا. طب والكاين؟ كل اللي هيحصل ان الاينن هتبقى كاينن. كاينن، Kein. هتاخد تا قبلها واخدت النهايه ايه؟ إن. اي ان برضو. يبقى المذكر ثابت معايا بياخد الاي ان. طيب
هنا كله هيبقى زي زي. ما هو. طب والداتيف نفس أينم. التصريفه، هي نفس التصريفه زي ايه؟ مم. زي دم ودم. هيظهر معايا النهايه اي ام. ام، هتبقى اي نم، وهتبقى تاي قاينم. أينم. نم. هما نفس التصريف، الاينم والكاينم تصريفهم واحد. وهنا برضو هتبقى زي المحايد، الديم هتبقى اينم وهتبقى كاينم، والست هتقلب راجل في الداتيف، هتبقى أينم. هتاخد النهايه اي ار اينا، وهتاخد الاينا قاين. هتبقى كاينا. وهنا مفيش اداه نكره، وهتبقى كاي نن. ومعاهم ما ننساش الان برضو او الان، ما ننساش هتظهر برضو عادي. طيب التصريفه دي هي نفس التصريفه دي، التصريفات اللي فاتوا ما بيفرقوش. الجدول ده تحس انه مرعب شويه، لكن الجدول ده ولا يهمك في حاجه، ده هو الماين، اعتبرها ان هي الاين بس. يعني هنا هتبقى ماين برضو زي كانها الاين عادي خالص، وهنا هتبقى الماينه زي كانها الاين، وهنا هتظهر برضو ماينه عادي زي كانها الكاينه عادي. وهيبقى الداين هتبقى داينه ايه، هتبقى ايغ اونزا، هتبقى اونزغ اويا، هتبقى اويا اويغ بس بيتحذف منها الاي ديت. حلو الكلام. وهنا هياخد اي ان زياده، المذكر هياخد اي ان زياده، صح الكلام. هتبقى ماينن داينن ايغن اونزغن اويغن. وهنا هيرجع زي ما هو، هينزل زي ما هو، وهنا برضو هينزل زي ما هو، وهنا هينزل زي ما هو عادي جدا. يعني المذكر هياخد النهايه اي ان في كل الجداول عادي جدا، وهنا النهايه اي ام هتظهر معايا، هتبقى ماين داينم ايغم اونزغم اويغم. هنا في الجدول بتاع الداتيف هتاخد النهايه اي ام زياده مش اكتر، مفيش اي مشاكل خالص. وهنا برضو هتاخد النهايه اي ام زي جدول البشتمته عادي جدا، زي جدول النكره والنفي عادي جدا. وهنا هتظهر برضو معايا النهايه اي ان، هتبقى داينن وماينن وايغن واونزغن واويغن. وهتاخد اي ان بلس ان برضو، هتاخد اي ان بلس ان برضو، هي نفس التصريفه، ما تتخضش. يبقى هتلاحظ انه النهايه ان ظهرت معاك في كل المذكر الاكوزاتيف في كل الجداول، وظهرت معاك في الجمع الداتيف في كل الجداول، والنهايه ام ظهرت معاك مع المذكر والمحايد الداتيف في كل الجداول النهايه ام. وفي نهايه ثانيه ظهرت المؤنثه الداتيف، ايه هي؟ حد يقول لي؟ اللي هي النهايه ايه، صح الكلام، اللي هي النهايه ايه. طيب ده كان الجزء الاول من محاضرتنا، مجرد مراجعه سريعه على الحاجات دي عشان هنحتاجها كمان شويه. اهلا وسهلا بكم جميعا.